تخيل معايا في موقف بسيط جدا، اتنين قاعدين وسط ناس، فجأة واحد منهم قال للتاني قدام الكل: انت عمرك ما هتنجح في اي حاجة وانت مش قدها. اللحظة دي الناس كلها سكتت وبصت مستنية الرد، بس التاني رد بهدوء وقال: انت حر في رأيك فيا، لكن انا مؤمن بنفسي وهفرجك بإذن الله. خلص الموقف، بس تعالوا نفكر شوية، ليه اصلا الشخص ده قال لصاحبه الكلمه دي؟ وليه جرحه؟ وليه قلل منه قدام الناس؟ الحقيقه في يوم من الايام نفس الشخص كان قاعد مع صاحبه وفضفض له، بس قال له ايه؟ قال له انه خايف وانه جواه عدم ثقه. قال له: انا حاسس اني مش هنجح ومش قادر اواجه الناس لو فشلت. سؤال ليك بقى، لو كنت مكان الشخص ده كنت هترد بايه؟ ولو كنت مكان اللي قال الكلمه الجارحه دي كنت ليه هتقولها؟ عمرك كنت في موقف زي ده قبل كده؟ الثقه في النفس مش كلام، الثقه بتبان في المواقف. الشخص اللي عنده ثقه مش بيحتاج يرد بكلام جارح، الشخص اللي عنده ثقة بيواجه الموقف وهو هادي ومش بيدافع عن نفسه لأنه مؤمن بنفسه. موضوع النهاردة بقى، ازاي تبني الثقة دي؟ اعرف نفسك كويس، اسأل نفسك ايه اللي بيهزني وليه كلمة صغيرة ممكن تكسفني أو تضايقني، ولما تفهم ده هتبتدي تبني ثقة واحدة واحدة. سامح اللي بيقلل منك، مش عشان هو يستاهل لكن عشان انت تستاهل تعيش مرتاح. ساعات اللي بيقلل منك هو نفسه أكتر واحد موجوع. اشتغل على نفسك كل يوم، خد خطوة صغيرة، قول رأيك وسط الناس، خد قرارك بنفسك، ما تستناش تأكيد من حد. لو كل يوم بتستنى اللي حواليك يقولولك برافو، عمرك ما ثقتك هتزيد. انت اللي لازم تقول لنفسك انا قدها. افتكر دايما اللي بيقلل منك هو اللي محتاج يساعد نفسه. لما حد يجرحك قول جواك هو نفسه خايف، مشكلته مش مشكلتك. الثقة بالنفس مش انك تكون احسن من الناس، لأ، انك تكون راضي عن نفسك وانت بتحاول كل يوم انك تبقى احسن عن اليوم اللي قبله. كل مرة بتخاف تاخد خطوة حتى لو صغيرة وبتاخدها، انت كده بتبني ثقتك جواك من غير ما تحس. متخليش كلمة حد يهزك. اللي بيقلل منك هو نفسه عنده مشكلة مش قادر يحلها. الثقة بالنفس مش معناها ان انت ما تغلطش، الثقة معناها انك تقوم من الغلط ده او احسن من اليوم اللي قبله. كل يوم بيعدي عليك وانت بتحاول حتى لو وقعت هو يوم بيزود رصيد ثقتك في نفسك. لو مستني الناس تقولك انت قدها هتستنى كتير، عشان انت اول واحد المفروض تقول لنفسك ان انت قدها. فضلت تبص على كلام الناس عمرك ما هتكمل طريقك. خلي كل كلمة تضايقك تبقى وقود تخليك تكمل وتخليك اقوى اكتر. اللي بيقلل منك بكلمة مش هو اللي هيحدد قيمتك، اللي هيحدد قيمتك شغلك وقوتك. الثقة مش كلام كبير ولا صوت عالي ولا زعيق، الثقة هدوء وراحة، لأنك مؤمن بنفسك ومش محتاج حد يثبت لك ده. وأخيرا خلي عندك قوة تسامح وقوة تواجه بيها وقوة تكمل بيها. الثقة بالنفس مش بتشتريها، الثقة بتكتسب من البيئة اللي انت عايش فيها، من أهلك، من صحابك. وما تنساش تشاركني تجربتك في التعليقات. مستنيك في الحلقة الجاية مع قناة ابدأ مع نفسك.